السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين متتبعين قناة مريم نمبر 1؟ ان شاء الله تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي اتم الصحة يا ربي. غبرت عليكم في هذه القناة وللاسف الشديد شفت بزاف وفكرت بزاف واش نرجع للقناة ولا ما نرجعش ولا نشد كاع هاد القناة نهائيا. بصراحة بيني وبينكم ولينا تنشوفوا في هاد اليوتيوب شي حوايج اللي فريمون ما تيخليوناش نتشجعوا اننا نبقاو فيه ولا نبقاو في اليوتيوب. للاسف الشديد كما تتعرفوا ولينا تنشوفوا القنوات ديال التفاهة والقنوات ديال الضرب في الاعراض والقنوات ديال السب والشتم والكذوب ولاو هما اللي طالعين وهما اللي ممشيين وهما اللي عندهم المتتبعين بالالاف والملايين. احيانا قنوات تلقاهم تافهين ولكن للاسف الشديد تلقاهم قنوات مليونيه. علاش ما نعرفت واش المتتبع ولا يعني تيعجبو يشوف هاد المشاكل وتيعجبو يشوف هاد الكوارث اللي ولينا تنعيشوها دابا. ما عرفناش المشكل منين جاي. والاغلبيه هذا الشيء ولينا تنشوفوه غير في اليوتيوب المغربي. الاغلبيه ديال الناس يعني ولينا تنشوفوا قنوات عندهم محتوى متشابه، واحد المحتوى اللي ما كاينش محتوى بدون محتوى. يعني كاينين مواضيع، كاينين حوايج اللي يفيد فيهم الانسان الناس ويفيد المغاربه ويفيد الناس اللي كيتفرجوا فينا من بلدان اخرى عربيه ولا غربيه. ولكن للاسف تنشوفوا حنايا هاد القنوات المغربيه الاغلبيه ديالهم السب والشتم والمعاطيه، بالعربيه تعربت يعني المعاطيه والضرب في الاعراض والكذوب والتشتيت ديال الاسر بكثره هاد الفيديوهات اللي تنشوفوا دابا. والانسان ولا كيخرج كيدير فيديو ولا تيدير لايف اللي ما فيه حتى شي محتوى من غير انه يشوه السمعه ديال واحد الانسان ولا واحد الانسانه. وهذا الشيء اللي دابا تنعيشوا هاد الايام وتنشوفوه اللي تتعيشوا الام ديالنا العزيزه علينا اولا الملقبه بطاطا بديعه، تتحب اللي ناديها بهذا اللقب طاطا بديعه. والام ديالها مسكينه، هذيك الانسانه الطيبه امي زهره اللي لا علاقه لها بهذا اليوتيوب ولا بهذا الناس اليوتيوب. يعني انسانه بعيده كل البعد على هذه المشاكل، وما قالوهاش وما عطاوهاش الثقه وما خلاوهاش في حالها. نقولوا ان طاطا بديعه عندها قناه في اليوتيوب وتتجاوب على راسها، ولكن الام ديالها بعيده كل البعد على هذا الشيء. عيب وعار هذا الشيء اللي تنشوفوه، عيب وعار ان نشوفوا عائله اولا واحد الناس يبارطاجيو الفيديوهات ديال الجده ديالهم والعمه ديالهم تتعاير وتتشتم. اين نحن من الجده والجد؟ عندنا مكرمين، الناس ديال البركه مصطبغي يبقاو بالحياه، الانسان تيكرمهم تيفرح بيهم وتيكون تيحترمهم لواحد الدرجه اللي كبيره. وحنا كشعب مغربي معروف علينا هاد التقاليد وهاد الاعراف وهاد الشيء باننا ناس اللي كنحترموا الناس اللي كبر منا يكونوا كيف ما بغاو يكونوا. ولكن فاش تلقى راجل كبير اولا مراه كبيره في الزنقه تتمد لها يد المساعده، تتعاونها ولو تقول لها غير كلمه طيبه. فما بالك بهاد الناس اللي ولاو تيديروا فيديوهات اللي الفيديو فيه واحد 16 دقيقه ولا 20 دقيقه كلها سب وشتم في مراه كبيره، مراه بعيده على هاد المشاكل هادو. زعما والله العظيم الا عيب وعار. شنو الذنب ديال هاد الناس هادو؟ شنو الذنب ديال هاد طاطا بديعه وهاد الام زهره مسكينه الله يحفظها وينجيها والله يعطيها صحيحتها؟ زعما شنو الذنب ديالهم من غير ان طاطا بديعه جاتها النفس على واحد بنت الاخ اللي كما تنعرفوا كاملين والناس اللي متبعين كاملين القضيه من الاول باللي طاطا بديعه عمرها ما بغات للناموسه هاد الشوهه وهاد الفضيحه وهاد
يعني طاطا بادئه من الاول فاش هضرت بواحد الحرقه، على هاد الناموسه انها ما تشوهش بناتها، انها ما تعطيش هذا الدوسي لواحد الناس اللي ما تيعرفوش بينهم وبين الله، حتى ولاو تيتاجروا في هذه القضيه ديال هذوك البنات القاصرات وتيشوهوهم وتيفضحوهم ومرمدوا لهم بالسمعه ديالهم، مرمدوهم تمرميد، شوهوا بيهم ما خلاوش. واش هذه عباد الله اللي تتشد، اللي زعما تكون غبيه؟ انا تنشوف هاد الناموسه بلي هي غبيه. يعني باش انتي توقفي مع واحد المجموعه اللي كيسبوا لك في بناتك وتيضربوا لك في بناتك وتيعايروا لك في بناتك، حشومه ولو يكون عندك ولو ما تكونش عندك كرامه وعزه نفس، ولو تكوني ميته فاش تسمعي الناس واقفين معاك وتيسبوا لك في بناتك وتيقولوا فيهم الكلام الساقط، فراه غادي تفيقي وغادي تقولي لا ستوب، هادوك بناتي يديروا اللي داروا تيبقاو بناتي. انا ماشي ضد هاد الام اللي ملقبه بالناموسه، ولكن انا ضد هاد التصرفات الصبيانيه ديالها. يعني ما شاء الله، ولو نقولوا راكي تكوني مازال صغيره في السن، ان فوا تولدي 4 الوليدات فراكي كبرتي، راكي نضجتي، فما بالك انت راكي تبارك الله كبيره، راكي انسانه اللي راه تبارك الله راكي فايته 40، راه يعني راه بعقلك تبارك الله، راه ماشي هاد التفاهات هادو، راه ما خصكش تطيحي في هاد المستنقع مع هاد الناس بحال هكذا، وتخلي بناتك عرضه للقيل والقال، وتزيدي تكمليها انك باغيه تغرقي واحد الانسان اللي غارق، تغرقي واحد الراجل اللي غارق، ما خليتي ما درتي وما خليتي ما شكيتي وما خليتي ما سبيتي وما خليتي ما عايرتي. وانتي على الكلام اللي انتي تتقولي انك هذاك السيد فاش طلقتيه والا راكي كرهتيه، راكي ما تتبغيهش. واحد السيد انا طلقته ما باغياش، ما يهمنيش تزوج ولا ما تزوجش ولا مات ولا عاش ولا يدير اي حاجه في حياته، فراه ما تيبقاش يهمني. صافي طلقتيه ما تيبقاش يهمك، نطي اتهمتيه بزنا المحارم، نطي ما خليتي ما قلتي لا فيه ولا في هاد المراه اللي خدا في هاد بنت الناس اللي تزوج بها، ما خليتي ما درتي وما خليتي ما قلتي. واش عباد الله دابا نجيو غير على قد الكلام ديالك والهضره ديالك اللي قلتي انك انتي تتشكي في الاب هو المغتصب، هو اللي ترجعتي له، وماشي تتشكي، انتي قلتي شايفه وعارفه. هادشي راه كاين فيديوهات كيثبتوا هاد الكلام اللي تنقول باللي نتينا بفمك اللي قلتي هاد الهضره، باللي نتينا متاكده من ان المغتصب هو الاب واللي ترجعتي له. راه ما يمكنش هادشي راه الكلام ديالك كيبقى في جهه والتصرفات كتبقى في جهه اخرى. يعني داكشي اللي تتقولي راه ماشي هو داكشي اللي ملي نتينا عارفه باللي المغتصب هو الاب راه ما غاديش ترجعي له. يعني حنا من هاد من هاد التصرفات ديالك غنفهموا باللي انت هاد الاتهامات كلها اللي تتوجهيها لهاد الاب هي غيره فقط، لا اقل ولا اكثر، هي غيرتي. يقدر ان من حيت تزوج بزاف ديال الحويجات وقعوا خلاوك تغيري، اللي الغيره ديالك الله، اللي حنا تنشوفوا هاد الغيره ديالك الله يستر خلاتك تحرقي نفسك وتحرقي وليداتك وتحرقي بها راجلك، وبقيتي في الشكايات وبقيتي في الكذوب وبقيتي تقطعي من لحمك وتحطي. ماشي عيب ان هذا الراجل اليوم من بعد ما هو مقبوط في السجن وتزيدي تجيبي محاميه وتحاولي تغرقيه اكثر واكثر؟ ماشي عيب، ماشي حشومه. ما رايتي لوجه داك البنيتات، ما رايتي لا الوليدات اللي صغيورين، يعني غادي يكبروا وغادي يوليو رجال وغادي تهرسي لهم راسهم، هاي ما غيلقاوش العينين اللي غادي يحلوهم في هذا المجتمع. وانتي تتعرفي اننا حنا تنعيشوا في واحد المجتمع اللي مغربي، اللي السمعه ديال الانسان هي فوق كل شيء. فما بالك يكبروا تبارك الله واحد الوليدات اللي صغار ورجال ويلقاو الام ديالهم دايره هاد الفضيحه وهاد الشوهه كامله. الا كانوا هادوك البنات مازال قاصرات ما عندهمش العقل. وانا الا هضرت هاد الهضره هادي فانا راني ما متفقاش مع البنات فاش كيطلعوا كيضربوا فيك.
انا ما متفقاش معهم، ولكن تنبقى نشوف حتى تنعيا وتنقول راهم بنات صغار. داك التصرفات تحت التاثير ديال هاد الشيء اللي تيشوفوه، ديال هاد القنوات اللي تيقيلوا يسبوهم ويعايروا فيهم، ديال هاد القنوات اللي تيقيلوا يعيطوا ليسرى توصفوها بجميع المواصفات ديال العهر وهي مازال صغيره. يعني راه بالسيف ما دير فيديو وطلع تسبك وتعايرك. واخا حنا رافضين كل الرفض ان واحد البنت قاصر تطلع ودير فيديو وتسب امها، ولكن المشكل كما تنقولوا اللي زرعتيه غادي تحصدو. انت كأم زرعتي الكراهيه ما بينك وبين وليداتك وما بين بناتك، زرعتي بزاف ديال الحوايج الخايبين اللي انت تتحصديهم اليوم. انت بعتي بناتك بوالو بلا شيء للقنوات، خليتي القنوات يطلعوا على ظهرك وظهر بناتك، على ظهرك وظهر راجلك. بوكريشه اليوم الا كان في السجن فالله يجعل ربي يعفو عليه، والانسان راه العدو ديالك وما تبغيلوش هاد الحاله هادي. واللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. يعني حتى شي واحد ما طالع وتينافق ولا تيكذب ولا تيغطي الشمس بالغربال. بوكريشه تشد في السجن ماشي بسبب شكايات ولا شكايات وحدين اخرين، بوكريشه تشد على زلة لسان. غلط، اي واحد ممكن غلط وبواحد الكلمه اللي تسبت في اهانه القضاء، وحنا ما تنأيدوش على هذا الشيء. حنا ما تنأيدو حتى شي واحد انه يضرب في القضاء ديالنا المغربي. حنا واحد المملكه اللي شريفه، ما غنقبلو حتى شي واحد اللي يضرب لنا في الوطن ديالنا ولا في الملك ديالنا ولا في القضاء ديالنا المغربي. حنا تنثقوا كل الثقه في القضاء ديالنا المغربي، وكما قلت لكم بوكريشه غلط، الله يجعل ربي يفرج عليه. وحنا متاكدين كاملين انه بدون قصد، يعني هذاك السيد بدون قصد غلط، ولكن ما كانش قصدها نهائيا. كيف ما تتشوفوا هاد الضغوطات ديال القنوات، هاد السب ديال القنوات، هاد الكذوب ديال القنوات اللي متآمرين عليهم بزاف. يعني باش الانسان ينعس يدير لايف ينعس كيسب اسره مغربيه، ويفيق في الصباح عاوتاني يفتح فيديو ولا يفتح لايف كيسب اسره مغربيه، فراه هاد الشيء بزاف وهاد الشيء عيب وعار. شهرته بهاد العائله لاقصى الحدود. الناس ولات كتدخل الفلوس ديال هاد الادسنس غير على ظهر هاد العائله وعلى ظهر العرض ديالها. تنقول لكم زعما حاولوا كل قناه اذا دارت محتوى خاص بها، محتوى اللي غادي تفيد به المجتمع، فراه غادي تمشي بعيد اكيد. والانسان حتى الا دخل واحد الدرهم من هذه القناه يكون درهم ديال الحلال ماشي درهم ديال الحرام جاي من السب والقذف والشوهه على ظهر واحد الناس. حتى شي واحد فينا ما غادي يرضى يكون منزل في هذا الموقف اللي منزلين فيه هذه الاسره مساكن. حتى شي واحد فينا ما غيرضى انه يكون عرضه للقيل والقال وتكون حياته عرضه للقنوات وللناس في مواقع التواصل الاجتماعي باش يهضروا عليه. بزاف ديال الناس اللي سبقوا انهم وقعوا لهم في اليوتيوب شوهات، والاغلبيه كانوا دايرينهم غير باش يديروا البوز. الاغلبيه ديال القنوات بدون ديك الاسماء اللي داروا ديك الشوهه باش يديروا البوز، ولكن ندموا وتراجعوا. يعني ما بقيناش ولينا شفنا عليهم شي شوهه ولا شي حاجه بحال هكا. واللي تيبغي هاد الشوهه وهاد الفضيحه، انا تنشوف بلي انسان غير سوي. ولو الانسان ما عرف فين توصل به الظروف راه ما غاديش يرضى على انه يحط العائله ديالو ويحط الكرامه ديالو تحت الرجلين ديال عباد الله. وتنعاودها وتنكررها، طاطا بديعه عمرها ما بغات هاد الشمل ديال هاد بنت خوها يتشتت. والناس اللي كيطلعوا، انا الا دخلت للقناه عند طاطا بديعه وكتبت حتى شي تعليق زوين تيدخلوا وتيهاجموني كما قلت لكم الا دخلت وكتبت شي تعليق في القناه ديال طاطا بديعه تيسبوني وتيعايروني، تيقول لك علاش تجي منها وهي تضرب في بنات خوها. طاطا بديعه حنا
تنجلس انا وياها من وراء الكواليس، ما تضربش في بنت خوها الناموسه. وإلا كانت شي وحده اللي ضربت فيها فهي خميره، فهي الاولى كانت كتحفر لطاطا بديعه، وهذا الشيء بعلم كل شيء، وهذا الشيء واضح، وكاينين فيديوهات كيثبتوا هذا الشيء، وناس اللي شهدوا باللي خميره كانت كتحفر لعمتها. اما طاطا بديعه ما عندها حتى شي مشكل مع الناموسه، بالعكس ما بغاتهاش تشوه بناتها. والانسان كما تنقولوا حنا، كما تيقول واحد المثل المغربي، اللي بغالك ولادك راه اكثر من اللي بغاك انت. يكفي ان طاطا بديعه شنو دايره لدرجه انها مرضت في صحتها، مسكينه راها ولات في واحد الحاله زعما والله القسم ما تبغيها العدوك، مرضت بزاف على هادوك البنات وعلى هذاك الراجل، وما بغاتش الناموسه يضحكوا عليها الناس، ما بغاتش الناموسه تضحك عليها اختها يعني الناموسه السيده بايعه المشكل ديالها يعني السيده ضحكوا عليها قنوات، استغلوا الغباء ديالها وتلاعبوا بالشرف ديال بناتها. ما فهمتش انا، زعما ما عرفتش كيفاش هاد السيده ما شايفاش هاد الشيء وما حساش بهاد الشيء. اللهم لا شماتة، واللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هادشي اللي غادي نقول. الله يعطي القوه لهادوك البنيتات، والله يجازي اي واحد باغي يدخل في الصلح. وعجبتني المبادره بزاف ديال خوك الجوك ديال كريم، اللي جا تبارك الله عليه من كازا وباغي يصالح هاد العائله هادي، وباغي يجمع الام مع بناتها. الله يجازيه بخير. وكما تتشوفوا كما قلت لكم، طاطا بديعه ما باغياش الشر لهاد الناموسه اللي كل شيء متهم طاطا بديعه باللي انها تتشوه بنات خوها وتتكرههم. الشوهه جات من بنت خوها هي الاولى، ماشي من طاطا بديعه. طاطا بديعه كانت غاديه معاهم بالنيه والصفه، ولكن للاسف جا الغدر منها هي. وفاش صرحت في واحد المنبر اعلامي حدا المحكمه، وراه كلشي غيكون شاف هذا التصريح، باللي هي ما باغيه حتى شي واحد من هاد الاسره يتاذى، لا بكريشه ولا البنات ولا بنت خوها اللي هي الناموسه. يعني ما نبقاوش نظلموا الناس، ما نبقاوش نسبوا الناس، ما كتعرفوش الظروف ديالنا شنو هي الداخليه. حشومه عليكم زعما الناس اللي تظلم بحال هكا. كما قلت لكم انا بعيده على هذا الشيء، تندخل تنكتب لطاطا بديعه واحد التعليق، حيت انا عارفه هذيك السيده شنو تتسوى، عارفاها مرا طيبه، وتينوضوا الناس يسبوني في التعاليق علاش كنعلق لها. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. تنضامن معاها ومع الام ديالها، ومازال مضامنه مع ناس بزاف، حيت بزاف ديال الظلم تنشوفوا في هذا اليوتيوب. ان شاء الله غادي نرجع معكم بفيديوهات. تنتمنى ما نوليش نتحبط، حيت هذا الشيء اللي تنشوف في اليوتيوب تيحبطني، تيخليني نبعد من هذا اليوتيوب، تيخليني نبعد على هاد الناس. كاينين الناس الله يعمرها سلعه في اليوتيوب اللي تيكون كما قلت لكم، كاينين الناس اللي عندهم محتوى زوين ولكن ما تيخليوهمش هاد الحثالات ديال القنوات، هاد القنوات ديال بوزبال حاشاكم. بزاف ديال القنوات كما قلت لكم، اللي منهم خويا الجوك ديال فرنسا، خويا الجوكر ديال فرنسا، اللي كما تتشوفوا بعد نهائيا على الرد على هاد الحثالات ديال المجتمع، ولكن ما كيخليوهش في الثقه. ضروري ما تيبقاو يجبدوه حتى تيخرج يرد عليهم. وتيتسمى كل شيء في اليوتيوب بحال تيتسماو القنوات كلهم ما عندهمش محتوى. وهذا الشيء راجع لهاد الجهلاء اللي عمروا لنا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا ناس بصراحه في المستوى، عندنا ناس اللي تيشرفك انك تدخل عندهم وتصنت لهم شنو تيقولوا، ولكن ما تيخليوهمش في حالهم، ما تيخليوهمش في راحتهم، تيقلبوا عليهم. تنقول لك طاطا بديعه ما ديريش في خاطرك، ما يبقاش فيك الحال على هذا الشيء اللي تيتقال عليك. اكيد غادي يجي نهار اللي غادي تبان فيه الحقيقه، واكيد ربي غادي ينصر الحق. اسكت غالي ولدي راه محيح. اكيد غادي يجي نهار اللي ربي غادي ينصر الحق، وان شاء الله منصوره انت وامي زهره.
وتنوجه لها تحياتي من هذا الفيديو. المتتبعين ديالي تنتمنى ما نكونش طولت عليكم، تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. وهذا الفيديو هذا راني درته من بعد واحد الغيبه اللي طويله 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 بزاف. تنتمنى تفرقعوا هذا الفيديو باللايكات والبارطاج، وان شاء الله نرجع معكم بفيديوهات اخرين. وكاين مواضيع شلا ما يتهضر وشلا ما يتناقش. يلا اخوتي ما تبخلوش علينا باللايكات، اللايكات باش يطلع الفيديو. القناه ديالي هبطت 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 لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش، بقى لي غير نشد هذه القناه صافي. ولكن الرجاء ديالي فيكم انكم ان شاء الله توليو تدعموني باللايكات وبالبارطاج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وتنبغيكم كاملين، والى اللقاء ان شاء الله في شي فيديو اللي جديد.